لا 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 بجد. ده محافظ الشرقية بيقول كده على رئيس الجمهورية، بيقول كده على نظام الحكم. والله ما مصدق. احنا في مصر، احنا بجد وصلنا لده، انه المحافظ يقول انا بختلف سياسيا ولن اعمل مع كل احترامي، وقال شرف الاختلاف، وبالتالي مش هكون موجود، ومش لان انا عايز ابقى معارض. هو الدكتور عزازي هو رجل ناصري معروف يساري يعني، فهو في اتجاه ونظام الحكم في اتجاه. وعلى فكره قال الكلام ده، قال لك حتى لو نجح الفريق احمد شفيق انا موجود لحد ما يشكلوا ويجيبوا حافظين. الراجل ما طلعش يقول لك انا طول عمري بحب الاخوان، وانا طول عمري راجل مؤمن بفكر الاخوان المسلمين، وانا طول عمري شايف ان هم عندهم مشروع، وان هذا المشروع سيحقق طفره ونهضه للبلاد. يا دكتور عزازي انا كنت بحترمك، الان احترمك واحبك واقدرك بجد والله. ايه يا عم الاحترام ده؟ ايه يا سيدي الاحترام ده؟ احنا في مصر المحافظ بيقول كده على رئيس الجمهوريه، بيقول كده على الناس اللي ماسكين الحكم، يقول لك ان وجودي في موقعي لن يسمح. عظيمه، انا مش مصدق يا عظيمه. الله يخليك يا عظيمه، عشان عايز اصدق عشان ما افركش عينيا. كانت في اغنيه حلوه قوي لمجدي القاسم ومي كساب بتقول غمض عينيك واحلم معايا وهات ايديك واحضن لا لا لا، ده انا مش هغمض عينيا يا اساتذه يا اساتذه، لا ده انا هفتح عينيا وافنجلها. والله العظيم انا ما مصدق. عظيمه انا مش مصدق، فكرني. استطيع العمل في ظل اي مشروع انا مختلف معاه، وانا قلت ده مبكرا قبل الانتخابات الجوله الثانيه من انتخابات الرئاسه الاعاده، ان انا بختلف مع مشروع الدكتور مرسي ومشروع الفريق احمد شفيق، ولا يمكن ان اعمل في ظلهما حتى لو اختاروني يعني، او اصروا على ان انا ابقى موجود. انا مش عايز اكمل الحلقه، انا عايز اقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أنا عايز أقبل رأس كل من نزل إلى ميدان التحرير من 25 يناير ل 11 فبراير. إنه وصلنا لدي، صغرنا قدام نفسنا جدا بعد ما كنا كلنا بنطبل وبنهلل وبنهيص. إنه يجي اليوم اللي في مصر محافظ يطلع يقول الكلام ده، اللي يجي اليوم اللي في مصر الناس زاهدة في المنصب بالشكل ده، ده إيه ده؟ ده ايه الجمال ده؟ وتأكدوا انه يوما ما الدكتور عزازي علي عزازي ومن شابهه في مواقفه وفي احترامه لنفسه واحترامه لرؤيته واحترامه لفكره هيبقى في منصب اكبر بكثير من منصب المحافظ. تحية يا فندم وتسقيفة ليك والله ولكل امثالك من الشرفاء الافاضل المحترمين. خلينا نروح بسرعه لافريقيا الوسطى لانه